السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حددتنا النهاردة يا أصحابي بعنوان ليلى وخريطة النجوم. كان في بنوتة جميلة اسمها ليلى، بتسكن في قرية، وشعرها أسود زي الليل وعيونها بتلمع زي النجوم. ليلى كانت مختلفة عن كل أصحابها. هي مش بس بتحب المغامرة يا أصحابي، هي بتحب تفكر قبل ما تتحرك. في يوم من الأيام ليلى لقت خريطة جميلة وغريبة ومرسوم عليها نجوم بالذهب، وفي الآخر كتبوا بخط قديم: من يتبع النجوم بقلب صادق يجد الكنز المنسي. ليلى ما ترددتش يا أصحابي وقالت أنا هروح. ليلى هنا يا أصحابي تعرضت لكام اختبار، وأولهم الدخول في الغابة الهمساوية اللي هي بتهمس بتتكلم. ليلى راحت الغابة الكبيرة، وبعدين الكبار كانوا بيقعدوا يقولوا لهم الغابة دي بتتكلم، وفعلا لما دخلت سمعت صوت في حد بيقول لها من أنت يا صغيرة، الغابة ليست لعبة. ليلى بتبص لقت بومة كبيرة واقفة على الغصن وبتبص عليها. ليلى كانت بنوتة قوية وجريئة، قالت لها أنا ليلى وبدور على كنز النجوم، هتساعديني ولا لأ؟ البومة ضحكت بصوت عالي وقالت لها ذكية، أي حد هنا بيخاف من أول صوت بنقوله. البومة قالت لها أنا أريان، بس عندي سؤال واحد ليكي، ايه هي النجمة اللي بتفضل منورة لما كل النجوم تختفي؟ ليلى بكل ثقة فكرت ثانية واحدة يا ولاد، وقالت لها هي نجمة الفجر، كل بتفضل حتى لما الليل يمشي. البومة أريان كانت مبسوطة جدا وقالت لها ممتازة، يلا الطريق الجاي على اليمين. مشت ليلى لحد ما وصلت لنهر المتاهة، وده الاختبار التاني. النهر ده يا أصحابي عنده 3 جسور، جسر من ذهب وجسر من فضة وجسر من خشب. لقت سمكة جميلة شقية بتقول لها الجسر الذهبي للطمعانين بيتكسر، والجسر الفضي للمتكبرين بيغرق، أما الجسر الخشبي. ليلى فهمت كلام السمكة من قبل ما السمكة أصلا تكمل، ومشت بخطوات واثقة كده وعدت من الجسر الخشبي للضفة التانية بأمان. السمكة صاحت بفرحة كبيرة جدا وقالت أول بنت تعدي، وقالت لها خدي بقى الإشارة دي عشان انت تستاهل، عشان انت شطورة. طلعت لها فقاعة من بقها وفيها قطعة خريطة صغيرة. ليلى فضلت تمشي ورا رسمة النجوم اللي في الخريطتين، وكان طريق طويل وعدت جبل لحد ما وصلت لحد كهف. الكهف ده يا أصحابي كان فيه ضوء ذهبي كده بيخرج منه. ليلى دخلت الكهف ولقت غرفة مليانة كتب وتلسكوبات وبوصلات وخرائط للعالم كله، وفي النص كان فيه جملة محفورة على الحجر بتقول: الكنز الحقيقي ليس الذهب وإنما العقل المفكر والقلب الجريء. ليلى فهمت في اللحظة دي إن هي الكنز، ذكائها وجرأتها وإنها ما خافتش. ليلى أخدت كل حاجة في الكهف ورجعت القرية وقعدت تحكي لكل أصحابها عن اللي شافته واللي حصل معاها. ليلى ما وقفتش عند كنز واحد، بالعكس هي الكنز اللي القرية كلها كانت بتفتخر بيها. وكل بنت وولد فيكم يا أصحابي جواكوا كنز، انتوا نفسكم كنز بقلبكم وبعقلكم. كل واحد يدور عن الحاجة الكويسة اللي موجودة فيه ويستغلها أحسن استغلال. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ يلا يا أصحابي تصبحوا على خير.